يوم نهائي القرن جمهور الزمالك طلع وقال الزمالك لعب والاهلي كسب، وامبارح جمهور نادي الزمالك قال الزمالك لعب والاهلي كسب. طب انت مش واخد بالك ان الحظ بيخدمك كجمهور الزمالك ونادي الزمالك بانه بيحطك قدام النادي الاهلي وهو مش في احسن حالاته؟ طيب انت ليه ما بتستغلش ده؟ اقول لك انا ان في حاجتين مهمين جدا، حاجه اسمها شخصيه البطل، انك في اسوأ حالاتك قادر تتعامل مع الجيم وقادر تتعامل مع البطوله وقادر تكسب وقادر ما تخسرش وقادر تطول الجيم وقادر تحترم خصمك بشكل يخلي الكفه تميل ناحيتك. جمهور نادي الزمالك امبارح كان عنده اصرار غير طبيعي ان هو احسن وافضل وكل حاجه. الكلام ده على مستوى الاستحواذ ده حقيقي، وعلى مستوى خلق الفرص انت لم تخلق ليك فرص عظيمه الا كره زيزو اللي كانت نتيجه لزحلقه حسين الشحات، وكره مصطفى شلبي اللي شاطها بشكل كويس جدا ونتيجه عمل فردي. اما ما دون ذلك مفيش اي مشكله. كره سيف الجزيري اللي كانت الاقرب جدا للمرمى واللي اتعامل معاها بشكل سيء جدا كانت وهو لاعب النادي الاهلي واقع وعنده كرامب وكان حارس المرمى بيفك له كرامب، يعني كانت برضو ليها ظروفها. اما على مستوى خلق الفرص في جميع اوقات المباراه فنادي الزمالك ما حققش شيء يذكر في هذا الامر، ولكن ما نقدرش نغفل انه كان بيضغط عالي بشكل كويس، كان بيمنع النادي الاهلي من الخروج بالكره، خاصه بعد لما اتصاب عمر جابر ونده جوميز على ناصر منسي وقال له الزق لكريم، لان كريم هو في الوقت ده اللي كان حلقه الوصل ما بين بناء اللعب وتطوير الهجمه. فمن اخر كده النادي الاهلي ما كانش عارف يخرج بالكوره من بعد الدقيقه 15، وحتى الدقيقه 80 بقى جه دور الناس اللي عندها نفس طويل. واحد زي كولر حقيقي ساب لك الكوره وساب لك الاستحواذ ولعب على العوامل البدنيه اللي ما كانتش في صالحك بخروج زيزو ونزول شيكابالا جنب عبد الله السعيد، فاصبح خط وسط نادي الزمالك لو جمعت عمر عبد الله السعيد وشيكابالا هتلاقي نفسك قريب من ال 80 سنه، وده في الكوره صعب، موجود وكل حاجه لكنه صعب. لكن خط وسط نادي بيلعب على احراز بطوله صعب جدا يكون عنده اتنين لعيبه في نفس المساحه من الملعب بالاعمار دي الا اذا كانوا خارقين، وبصراحه امبارح الاثنين لم يثبتوا انهم خارقين. بعيدا عن الحب والكره، عبد الله السعيد ما كانش في احسن حالاته اطلاقا. شيكابالا انتوا تحكموا عليه مش انا، شيكابالا تقريبا ما لمسش كوره ابدع فيها. امبارح الابداع حصل من واحد بديل فعلا ولكنه كان اسمه محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه لما نزل طور اللي كان بيعمله عمرو السوليه من بدايه المباراه. عمرو السوليه كان بيأدي دور دفاعي متميز جدا، مسح وجود حاجه اسمها عبد الله السعيد، ولكن كان عنده مشكله كبيره جدا في التحولات، البساط، التطوير الهجمه، لم يفلح كبديل لخروج الكرة من ورا لما اتمسك كريم ندفد. كل ده تم حله بنزول المبدع في مباريات القمة محمد مجدي قفشه. مجدي قفشه نزل، انا شفت لعيب بيضغط في كل ارجاء الملعب، انا شفت لعيب عنده اصرار على استرجاع الكوره حتى ولو كان ما عندوش المؤهلات اللي تخليه ريجيستا بشكل واضح. خلينا نروح لمحمد مجدي قفشه اللي كان عنده لقطتين الابداع في المباراه. لقطه الابداع الاولى ان محمد مجدي قفشه في الجول الاولاني وهو بيستلم اي حد في مكانه او بنسبه 98% من لعيبه الكوره اللي هيكونوا في مكانهم، خصوصا اللي بيسجلوا من بره ال 18، لما تجيله الكوره في الحته دي ويكون ما عليهوش الضغط الكبير قوي ومفيش حد لازق له زي ما بيقولوا هيشوط. لكنه قرر يعمل عرضيه ممتازه، وبالمناسبه امام مش اوفسايد بشكل واضح. الجميل في الموضوع ان 19 عمل العرضيه واللي غطى على امام وما خلاهاش اوفسايد هو اللاعب رقم 19 برضه عبد الله السعيد. اخطاء جوميز كانت انك مش قادر تفهم ان النادي الاهلي لو ما كنتش ضاغط عليه وقادر يبقى عندك لاعب يستعيد الكوره بشكل ممتاز في مناطق نص الملعب وفي مناطق الخطوره عندك، هيكون الاهلي مزعج جدا بالنسبه لك، خاصه ان انت بتعتمد على عبد الله السعيد رقم 6. بصراحه عبد الله كان ممكن يعملها بس زمان، لكن بعد السنين دي كلها عبد الله مش مضطر اطلاقا انه يعمل الكلام ده، وده اللي حصل امبارح. عبد الله لم يستعيد الكوره، عبد الله في الهدف الاول لم يضغط على الكوره علشان بعد الهدف في حوالي 30 متر فاضي جدا للاعيبه الاهلي. يعني لو كان
محمد مجدي قفشه ما قررش يشوط كان هيلعب للي جنبه، وكانت هتبقى خطر وكانت ممكن تبقى جول. الجميل في الامر بقى ان محمد عواد الحارس المتميز اتشاط عليه كورتين تم تسجيلهم. اما الواعد مصطفى شوبير فقدر يتعامل مع كل الكرات اللي جات له، وبالمناسبه هي كرات صعبه، كره زيزو مش سهله اطلاقا، كره مصطفى شلبي مش سهله اطلاقا، ارضيات زيزو وكورنرات الزمالك كانت مهمه وكانت خطر، وكان واقف وقادر يتعامل بشكل جيد، تعامل مع كل كراته بشكل متميز. المفاجاه بالنسبه لي كاهلاوي امبارح ما كانتش امام عاشور ولا مصطفى شوبير ولا قفشه ولا اي حد من اللي ابدعوا. انا المفاجاه بالنسبه لي امبارح كانت رامي ربيعه. رامي ربيعه بيلعب كانه ناشئ عنده 16 سنه بيحاول يثبت نفسه، وكان معدلات الخطا بالنسبه له في ادنى مستوياتها. مبروك للاهلي وجمهوره. جوميز مدرب جيد يقدر يعمل فريق للزمالك، ولكن محتاجين تراجعوا الاعمار والمراكز وكمان الانضباط عند كابتن فريقكم اللي ما قدرش يقول مبروك، وبالعكس استفز الجمهور في واحده من اهدى الدربيات اللي تمت بين الاهلي والزمالك. انا ما شفتش اي حاجه تستدعي انك تستفز جمهور الاهلي يا شيكابالا، مش فاهم. على العموم يعني الموضوع كله عند اتحاد الكوره، واحنا عارفين ان اتحاد الكوره مش هيعمل حاجه، وشيكابالا هيكمل في اللي هو بيعمله، وبعدين جمهور الاهلي يتنرفز فيغلط في شيكابالا، وبعدين نرجع الدايره هي هي. على العموم مبروك للاهلي وهارد لك للزمالك، وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم.